مشاهدينا في كل مكان، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم، وكل عام وأنتم بألف خير بحلول مولد النبوي الشريف. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرثية، نستهلها بالعناوين. الشعب الإرثي يحتفل بعيد المولد النبوي الشريف. جهود لتطوير الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر. دعوة لتعزيز دور المجتمع للسيطرة على مرض الملاريا في مدينة سني. الصين تحذر من مخاطر أمنية بسبب تحرك ألماني بمضيق تايوان. كوريا الشمالية تتعهد لتعميق الروابط مع روسيا خلال زيارة شويغو. وإيران تنجح في إطلاق قمرها الصناعي الثاني خلال عام. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أقيمت اليوم الموافق 12 من ربيع الأول لعام 1446 هجري احتفالات شعبية بمناسبة عيد المولد النبوي في كل أنحاء البلاد. وفي الاحتفال الذي نظم في ساحة جامع الخلفاء الراشدين في أسمر بحضور كبار مسؤولي الحكومة والجبهة وأعضاء السلك الدبلوماسي بإريتريا بالإضافة إلى رجال الدين، قدم رئيس مجلس هيئة الأوقاف الإسلامي في أسمر السيد النور حج أحمد قدم توضيحا عن الخلفية التاريخية والدينية للمناسبة. وقال مفتي إريتريا مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار إن القناعة تعني أن تكتفي بما لديك، وأن الإنسان الذي يكتفي بما لديه يجد السلام ويعيش حياة سعيدة، مذكرا بتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم للرضا بما وهبنا رب العالمين. وقدم التهاني للشعب الأسير بالداخل والمهجر وأعضاء قوات الدفاع الباسلة، موصيا الجميع بالتراحم والمبادرة على مساعدة المحتاجين، داعيا ليحفظ الله الجميع. قدمت في الاحتفال الأناشيد والمداح الدينية من طلاب قدموا من جميع خلوات دار الإفتاء الإرثية. أفاد فرع مؤسسة الغلال والمواشي في إقليم شمال البحر الأحمر أن الجهود مستمرة لرفع الإنتاج الزراعي كما ونوعا، خاصة البقوليات والفواكه في الإقليم. وأوضح خبير تنمية الخضروات والفواكه السيد آدم عثمان بأن المؤسسة تنشط في تنمية الذرة والفول والتمور في 5 نقاط هي شعب وسلمونة ودوغلي وفي شاش وقحتلين. وذكر بأن زراعة التمور بدأت ب 350 شتلة ل9 أنواع عام 2017، وزادت عليها وزارة الزراعة 450 شتلة عام 2024، وستجري عملية زراعة البقوليات من منتصف أكتوبر وحتى شهر نوفمبر. وأشار عمال المؤسسة الذين وجدوا فرص العمل إلى أن العمل إلى جانب الخبرة المكتسبة يسهم في تغيير حياتهم المعيشية، وقد اكتسبوا الخبرة الزراعية خاصة في زراعة النخيل. أفاد مسؤول الخدمات الصحية بمديرية تسانية السيد جبره والتخصصي في السيمينار الذي عقده في المديرية بأن نسبة الإصابة بالملاريا وصلت إلى الحد الأدنى في الأعوام الماضية، لكن الإصابة ازدادت حاليا نتيجة إهمال وعدم حرص المجتمع واتخاذ إجراءات الوقاية للملاريا. وأضاف السيد جبر هوات بأنه يتم رش مبيدات البعوض وتوزيع الناموسيات وتنظيم سيمينارات توعوية، بالإضافة إلى شرح العوامل المساعدة لتكاثر البعوض مثل المياه الراكدة والأحوال الجوية الماطرة والاستعمال الخاطئ للناموسيات. وأوضح خبير الحشرات في مكتب وزارة الصحة بإقليم القشبركة السيدة منال مهرتاب أن الإجراءات وجهود معالجة المصابين التي تقوم بها الدوائر الصحية ليست كافية في السيطرة على الملاريا دون المشاركة الواسعة ومعاونة المجتمع. وأشار مسؤول قسم التوعية والإرشاد بالإقليم السيد سلطان حقوس إلى أن أنشطة أساليب المكافحة توجد في مستوياتها المتدنية، مناشدا المواطنين بإصحاح البيئة ومعالجة أماكن تكاثر البعوض. وأكد في الختام مدير مديرية التسنية السيد سيوم قبل يسوس اهتمام إدارة المديرية بتنسيق جهود المجتمع للسيطرة على الإصابة بمرض الملاريا.
نظمت حملات توعية صحية للمكافحة والسيطرة على الأمراض المعدية في 18 ضاحية تابعة لمديرية السكنيتي. قدمت محاضرات بخبراء الصحة المعنيين حول الأمراض المعدية خاصة مرض الملاريا وأمراض المياه، مركزين على أساليب المكافحة وإصحاح البيئة. وأوصى الخبراء الصحيون الجهات المختصة لتوجيه المواطنين للاستفادة من الحملات الصحية والمحافظة على السلامة العامة والسيطرة على الأمراض المعدية. وأكد مدير مديرية سجنيتا السيد عبد القادر حجي ضرورة عمل إدارات الضواحي لإنجاح جهود التوعية الصحية. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. اتهمت الصين ألمانيا بتصعيد المخاطر الأمنية في مضيق تايوان غداة إبحار سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر الممر المائي الحساس لأول مرة منذ 20 عاما. وقال المتحدث باسم الجيش الصيني لي شي إن سلوك الجانب الألماني يزيد من المخاطر الأمنية ويبعث بإشارات خطأ. وأكد أن القوات الصينية في المنطقة ستصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات. وأوضح لي أن الجيش الصيني أرسل قوات بحرية وجوية لمراقبة السفن الألمانية وتحذيرهم. وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الفرقاطة بادن فورتنبرغ فضلا عن سفينة إمدادات ترافقها عبرتا المضيق، وهذه أول مرة تعبر فيها سفن حربية ألمانية مضيق تايوان منذ أكثر من 20 عاما. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون تعميق العلاقات مع روسيا خلال محادثات أجراها مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ. وتتهم الدول الغربية كوريا الشمالية ببيع الذخائر إلى روسيا متحدية بذلك العقوبات المفروضة في إطار الحرب المستمرة منذ أكثر من 30 شهرا في أوكرانيا. وعززت كوريا الشمالية في الفترة الأخيرة علاقاتها العسكرية مع روسيا، بينما قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة وقع خلالها معاهدة للدفاع المشترك مع كيم. وأورد الإعلام الرسمي أن كيم وشويغو أجريا محادثات بناءة في جو من الود والثقة. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن إيران أطلقت قمرها البحثي جمران واحد إلى مداره، وهو ثاني إطلاق ناجم لقمر صناعي هذا العام. وأفادت وكالة مهر الأنباء بأنه تم إطلاق القمر الاصطناعي البحثي للفضاء بواسطة حامل الأقمار الاصطناعية قائم 100، وتم وضعه بنجاح في مدار على ارتفاع 550 كيلومترا فوق سطح الأرض. وتم تصميم وبناء جمران واحد من جانب المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي والشركات القائمة على المعرفة الخاصة. ويزن هذا القمر حوالي 60 كيلوغراما، ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع. كشفت وحدة الاستجابة للطوارئ في رومانيا إن 4 على الأقل لقوا حتفهم في شرق البلاد بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات، وفقا لوكالة رويترز. يأتي هذا فيما ارتفع منسوب مياه الأنهار في عدة دول أخرى في شرق ووسط أوروبا نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة على مدى أيام. وهناك توقعات بهطول مزيد من الأمطار على أغلب المنطقة على مدار الأيام المقبلة، مما جعل السلطات في حالة التأهب في التشكيك وفي التشيك وبولندا وسلوفاكيا والمجر وجنوب ألمانيا ومناطق من النمسا. ونفذ مسؤولون في بعض البلدات على الحدود البولندية التشيكية عمليات إجلاء للسكان مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار بما تخطى مستويات التحذير. نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين.
الشعب الإريتري يحتفل بعيد المولد النبوي الشريف. جهود لتطوير الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر. دعوة لتعزيز دور المجتمع للسيطرة على مرض الملاريا في مدينة تسنيم. الصين تحذر من مخاطر أمنية بسبب تحرك ألماني من ضيق تايوان. كوريا الشمالية تتعهد تعميق الروابط مع روسيا خلال زيارة شويغو. وإيران تنجح في إطلاق قمرها الصناعي الثاني خلال عام. انتهت النشرة، إلى اللقاء.